هسألكم سؤال كل واحد يشوف خد وقت قد ايه عشان يوصل لإجابة السؤال ده. امتى اخر مرة اخدت قرار يرضيك من غير ما تفكر القرار ده هيرضي الناس اللي حواليك ولا لا، وهيأثر على نظرتهم ليك ولا لا؟ في الحقيقة لو السؤال ده لخبطك او خدت وقت طويل عشان توصل لإجابته، ممكن تكون في الاخر ما وصلتلهاش. يبقى انت محتاج ان انت تبدأ رحلتك في التخلص من ارضاء الاخرين، اللي هنستعين فيها بالكتاب بتاع الكاتب الامريكي باتريك كينج، ستوب بيبول بليز. عشان حل اي مشكله بيبدا من احنا نعرف اصلا طبيعه المشكله ديت ايه، وايه سماتها وايه دوافعها. انا ان شاء الله النهارده هكلمكم ازاي افرق بين اني اكون شخص متعاون ودود، وبين اني اكون شخص بيحاول طول الوقت ان هو يرضي الناس اللي حواليه. وهكلمكم كمان عن السمات او الصفات بتاع الشخص ده. طيب اول حاجه، ايه الفرق بين اني اكون شخص متعاون ودود بيحب يساعد الناس ويشوفهم مبسوطين، بين اني بعمل كده عشان ارضي الناس اللي حواليا بس؟ الحقيقه ان الفرق بيكون في الدوافع. الشخص المتعاون الودود بيكون بدافع الحب فقط لا غير، وبيعمل كده من غير ما يكون مضغوط. بيبقى عنده استعداد في اي وقت ان هو يقول لا، انا مش قادر ان انا اقدم الدعم، او انا مش قادر ان انا اقدم المساعده، من غير ما يحس ان دوت هيسبب له اي الم نفسي. اي وقت بيحس ان هو مش قادر فيه يقدم الدعم ده بيوقفه فورا. حين ان الانسان التاني اللي بيعمل كده عشان يرضي الناس اللي حواليه بس، لا، هو طول الوقت اللي بيدفعه للارضاء ده ان هو بيكون خايف وقلقان من الرفض، ان هو لو ما قدمش الدعم او المساعده او ارضاء الناس هيرفضوه وهيبعدوا عنه. وان شاء الله انا الحلقه الجايه هكلمكم بالتفاصيل عن الدوافع بتاعه ارضاء الناس التانية. طيب، يا ترى بقى ايه شكل او صفات الشخص اللي طول الوقت بيحاول يرضي الناس اللي حواليه؟ اول حاجه، ما بيبقاش عنده القدره ان هو يقول لا، حتى لو الطلب دوت هيسبب له ضغط نفسي كبير. بمعنى، لو انا حد طلب مني اي طلب وانا حتى متضايق من الشخص اللي طلب مني الطلب ده، مش هقول له لا، وهعمل كده وانا مضغوط. طيب لو الطلب ده في حد ذاته هيسبب لي في غضب او في استياء، برضه مش هقول لا. ما عندوش القدره ان هو يرفض طلبات الناس اللي حواليه. دي اول حاجه. طيب، ايه تاني حاجه؟ تاني حاجة، بيحس طول الوقت ان هو بيقدم تقدير واهتمام وحب للناس، بس مع الاسف الاهتمام والتقدير دوت من جانب واحد. طول الوقت بيحس ان هو بيدي كتير قوي اكتر ما بياخد. عشان كده بيحس طول الوقت ان هو مش مقدر، وان الناس اللي حواليه مش شايفينه بالحجم اللي المفروض يشوفوه بيه، او بالقدر اللي المفروض يشوفوه بيه. طيب، ايه تالت حاجة؟ تالت حاجة، بيبقى عنده احساس كبير بالذنب لو قدم طلباته الشخصية على طلبات الناس اللي حواليه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا واحدة صاحبتي طلبت مني ان احنا نخرج النهاردة، بس انا مرهقة جدا ومحتاجة ان انا استريح. ابتدي ان انا اقول لا، ما هو انا مش هقدر ان انا ارفض طلبها. ده طبعا كله بيبقى باللاوعي، لان انا احساسي ان انا لو رفضت طلبها وقلت لها مثلا تعالي نظبط يوم تاني ان انا تعبانه النهارده، ان هي هتزعل. هتزعل يعني ممكن تبعد عني، وممكن انها ترفضني. فاجي على نفسي وانفذ لها طلبها على الرغم ان انا تعبانه جدا. ولو حصل العكس وقلت لها لا معلش انا محتاجه ان انا استريح النهارده، وقدمت طلبي انا على طلباتها، تحصل هنا مشكله كبيره وبحس بالذنب وابقى مش مستريحه خالص. طيب، ايه رابع حاجه؟ رابع حاجه، ما بيبقاش عندهم القدوه، ولا ان هم يدافعوا عن نفسهم، ولا ان هم يعبروا عن مشاعرهم. يعني لو حصل موقف وهم مش غلطانين فيه، الجانب التاني هو اللي غلطان، ودوت خلاهم يكونوا في مشاعر حزن او غضب جواهم، ولا بيعبروا عن مشاعر الحزن والغضب ده، ولا بيقدروا حتى يواجهوا الشخص التاني ان انت اللي غلطان ويوضح موقفه. لا، ما عندوش قدوه، ولا ان هو يواجه، ولا ان هو يعبر عن المشاعر اللي جواه. اخر حاجه بقى، ان هم طول الوقت بيكونوا عايشين في المدينه الفاضله، شايفين ان مفيش داعي لاي مواجهه، مفيش داعي لاي نقاشات اللي هتعقب صفو السلام اللي احنا عايشين فيه. وده بيخليه على الرغم ان هو ممكن يكون ليه علاقات كتير، لكن هو متقوقع مع ذاته. اكتبوا لي في التعليقات في اي حاجه من الصفات دي حسيتوا انها موجوده فيكم، او في صفات تانية تبقى موجوده في الناس اللي بتحاول طول الوقت ان هي ترضي الناس اللي حواليها. وهستناكم ان شاء الله في الحلقه الجايه اللي هكلمكم فيها بالتفصيل عن الدوافع اللي بتخلينا نحاول نرضي الناس اللي حوالينا.